قد أهله بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهل بالصيام وأطل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سائل يسأل أنه قد اجتمع عنده مال يجمعه لتكاليف الزواج من بناء بيت وأثاث وغير ذلك، وقد حال عليه الحول قبل أن ينفقه في هذه التكاليف، فهل عليه فيه زكاة؟ وجزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم أما بعد. السائل يسأل أنه يمتلك مبلغا من المال، وهذا المال قد ادخره وأعده لنفقات شخصية وحاجات كالزواج، كما ذكر أنه يريد أن يتزوج به. فأقول والله المستعان أن المال الذي يمتلكه الإنسان، سواء كان هذا المال ليدخره من أجل الزواج، أو يدخره من أجل الحج، أو يدخره من أجل أن يجهز ابنته للزواج، أو يدخره لأي غرض من الأغراض، ما دام أنه قد بلغ نصابا وحال عليه الحول، فإنه يجب في ذلك المال الزكاة. وذلك لأن الله سبحانه وتعالى يقول: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، في قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، في قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، وفي قول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ولم يفصل رب العزة تبارك وتعالى بين مال ومال، أو بين حاجة وحاجة، فالحاجات مختلفة، فالله تعالى أوجب الزكاة في المال الذي اكتمل النصاب وحال عليه الحول تحت أي غرض أو حاجة، ولذلك تجب في مالك الزكاة، والله أعلم. قد أهله بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا